السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو نزلته. انا اسفه على التاخير، وبشكر اخواتي اللي بيسالوا عليا انت فين ومش بتنزلي ليه. انا كويسه الحمد لله رب العالمين، سامحوني. ان شاء الله باذن الله ننتظم في التنزيل. واحب اقول لكم برضو اولا واخيرا ان كل شيء نصيب. الحمد لله يا رب، الحمد لله. النهارده باذن الله جايين كده بشويه كحك بسكر. عايزه اقول لكم ذوبان ذوبان، والريحه اول ما تفتحي العلبه كده، اقسم بالله اول ما تفتحي علبة الكحك كده تطلع الريحة حاجة اللهم بارك، ودايب زي العسل. وهنعمله بطريقة ستي بقى وامي وستي وستك او جدتي وجدتك، يعني احنا عندنا الجدة بنقول لها ستي. تمام. وهنشوف زي ما انتوا شايفين اهو الكحك بيتكلم عن نفسه. بس يلا قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة فضلا وليس امرا، وتضغطي لايك عشان يرفع من مستوى الفيديو، ويا رب يجعله في ميزان حسناتكم. كل حاجة تعملوها ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب. تعالوا بقى نشوف مقادير الكحك بسكر. يعني اللهم بارك، حاجة روعة. اول حاجة خالص هعملها شوية مية دافيين. انا هعجن الكحك بمية. تمام. شوية مية دافيين، حطيت فيهم معلقة سكر ومعلقة خميرة وركنتهم على جنب علشان اختبر الخميرة بتاعتي واشوفها كويسة ولا لا. يعني الاختبار دوت احسن حاجة، احسن ما تحطي خميرة تكون مش ما فيهاش تفاعل وكده وتبوظ لك الدنيا. وهنا عندي كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح، وحطيت عليه يا دوبك كده معلقة ممسوحة صغيرة بيكنج باودر، لان انا مش عايزاه الكحك يتنفخ معايا جامد. تمام. وحطيت ايه تاني؟ اللهم صل على حضرة النبي. حطيت الملح، وحطيت اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت اهو بصوا. يا دوبك هي يعني لو حطيتها في معلقة صغيرة هتبقى معلقة صغيرة ممسوحة. وحطيت فانيليا. تمام على كده. وعندي السمسم، عايزة اقول لكم ان انا كنت يعني نضفته وعطيته تحميصة. عايزة اقول لك السمسم لما تحمصيه وانتي بتعملي الكحك بيفرق جدا جدا، وبيبقى ريحته يعني ريحته نفاذة جدا في الكحك. ما شاء الله، ربنا يا رب يصلح حالنا ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. طيب كيلو دي هتحط له ايه؟ هحط له نص كيلو سمنة. كيلو دقيق يتحط له نص كيلو سمنة. تمام. كيلو الدقيق يتحط له نص كيلو سمنة. دي سمنة خليط، يعني بلدي على اللي هو على اللي هو النباتي. ده وده، بس عايزة اقولك يعني النص. مثلا نص كيلو السمنة هو كوبايتين، حطيت كوباية بلدي وكوباية من اللي هو السمن النباتي. وخلاص على كده وهبدأ. عايزة اقولك ان المرحلة دي اهم مرحلة في الكحك كله. عملت المرحلة دي ومظبوطة، هيطلع معاك الكحك زي الفل. وفي ناس كتيرة بتقولك ان انا بعمل الكحك بيبقى طعمه زي الدقيق. عايزة اقولك ان انتي الطعم دوت ناتج عن ان انتي مش بتبسي الكحك كويس. بصوا، عايزاكي يعني تبسي لحد ما خلاص يعني تحسي نفسك ان انت ممكن تاكلي العجينة كده من كتر ما انتي بسيتي. وعايزة اقولك كل ما تدعكي كل ما ما الدقيق يمتص السمنة. وبعد كده هتشوفوا معايا. انا عايزه اقولك ان انا يعني فصلت وقعدت برضو ابث في الكحك لحد، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. يعني ممكن ان انت تشكليها كده من غير ما تحطي الميه وكده، بس لا يعني الميه والخميره لازم. تمام. يبقى حطيت كيلو الدقيق، حطيت له نص كيلو سمنه، وحطيت له ظرف فانيليا لو حابه تحطي ريحه الكحك. تمام. بس بصراحه انا بحط الفانيليا زي الفل، وبتخلي ريحه الكحك معايا حلوه جدا. وحطيت معلقه ممسوحه صغيره بيكنج باودر عشان انا مش عايزه الرسمه بتاعه الكحكه تبقى معايا زي ما هي، ما ينتفخش زياده. والرسمه بتاعه الكحكه تروح مني. تمام. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني فضلت ابس فيه لحد ما اللهم بارك بقى معايا يتشكل كده. وحطيت كمان، حطيت 3 معالق سمسم. يبقى كيلو، نص كيلو سمنة، كيلو دقيق، نص كيلو سمنة. اللهم صل على النبي، معلقة خميرة. اللهم صل على النبي، رشة ملح. اللهم صل على النبي. معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر. والفانيليا، ولو حابة وباكو فانيليا لو حابة تحطي ريحة الكحك. تمام. اللي يريحك، دي حاجة ترجع لك انتي. تمام على كده. وعندي هنا يا دوبك ما حطيتش غير كوباية المية اللي انا عاملة فيها الخميرة بس على كده. تمام. عايزه اقول لك يعني والله العظيم الكحك دوت يعني اول مخبوزات العيد كلها. يعني واحنا داخلين كده على المخبوزات تحس ان انت قلقانه، خايفه لا تبوظ منك، مش عارفه ايه. بس والله لما بتتكلي على الله وبتدخلي في الحاجه ما شاء الله ربنا بيجبر بخاطرك. وانما الاعمال بالنيات، ومن طول ما انت نيتك خالصه كل حاجه ان شاء الله هتبقى في ايدك زي الفل.
بصوا ما شاء الله العجينه معايا خالعه من البوله اللي انا بعجن فيها وكده. ما شاء الله اللهم بارك، عجنت فيها. اهم حاجه يا بنات مرحله البس. وبصوا هنا هوت العجينه بتتقطم قطم كده يبقى تمام. العجينه بتاعه الكحك بسكر تتقطم قطم تمام. انا يا دوبك ايه عجنت اللي هو بقلب كده تمام. ما تعجنيش اللي هو تخلي العجينه يبقى لها عرق، لا. الكحك بسكر عجينته بتبقى كده، تمسكي العجينه تتقطم معاكي قطم وفي نفس الوقت طريه تمام. خلاص على كده هركنها بقى تستريح لها شويه. وعندي بعد كده جهزت الصواني، وعندي اللي انا عن نفسي هشكل باللي هما الايه المناقيش ديت بتاعت زمان بقى، بتاعتنا احنا اللي متعودين عليها. حابه انت تعملي الاشكال اللي تريحك. اهم حاجه مادام العجينه نجحت معاكي اعملي اللي انت عايزاه. وعندي الصواني بتاعتي زي ما احنا متفقين ان الصواني دي هي نظيفة، بس شكلها كده لان هي ديت تعتبر بتاعة الخبيز. هي ديت خبيز هايش، اي خبيز حتى البيتزا بعملها عليها. إيه ما شاء الله ما بتلزقش فيها الحاجة ابدا، يعني خلاص خدت مناعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تحطي لايك كده، وما تستخسريش اللايك. احنا في ايام كبيرة، وربنا يا رب يجعل الدعاء ليكم من نصيبكم، من حدكم ونصيبكم يا رب. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا فيها. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. ولو لسه ما عملتيش كحك قومي هاتي لك كيلو دقيق بسرعة كده ونص كيلو سمنة، واخبزي بقى وفحفحي وافرحي وفرحي ولادك. وربنا يا رب يعود علينا الايام واحنا بخير وفي احسن حال يا رب. زي ما انتم شايفين ما شاء الله والله العجينة مش مستحملة. بصوا مجرد ما بمسك العجينة وبحطها في اللي هو المنقاش او الاداء ديت اللي احنا بنعمل بيها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، في ثواني بتتشكل معايا. والرسمة زي ما انتم شايفين. عايزه اقولك لو انتي ممكن الدقيق عندك انتي ياخد سوائل اكتر تمام، انتي حطي السوائل لحد ما تشوفي اللي العجينه معاكي حلوه. انتي بتشكليها بتتشكل معاكي بسهوله، وفي نفس الوقت حلوه يعني مش السوائل ديت. وفي ناس بتحب تعمل بلبن تمام، بس عايزه اقولك اللبن بيأثر، يعني ما ينفع لو انتي هتعملي كحك الفرح او هتعملي كحك كميه كبيره، فالافضل ان انتي تعملي ميه بميه، يعني تعملي بميه، لان الميه عادي ما تمام مش هيحصل له حاجه. لكن اللبن الكحكه مش عمرها هيبقى قصير، لان بعد كده هتبقى عامله ايه عفونة أعزكم الله أو كده، مش هتبقى ايه مش هتبقى كويسة زي اللي هي عاملاها بالمية تمام. حابة تضيفي اللي هو لبن بودر تمام، اللبن البودر حلو جدا وهيخليلك الكحكة طعمها حلو. ودي كلها محسنات، يعني دي كلها بتزود من طعامة الحاجة وبتحلي من الحاجة تمام. هنا ما شاء الله رحت بقى على الفرن العزيزة بتاعتي، حطيت ما شاء الله الكحك زي ما انتوا شفتوا، سخنت الفرن في الأول. وبصوا زي ما انتوا شايفين شمعة. عايزه اقولك الكحك كل ما تسويه على نار هاديه كل ما يطلع معاكي دايب وزي العسل. وهنا ما شاء الله اللهم بارك خلاص خلصت وطلعتهم. بصوا اللي حابب السوا ده عملت له، واللي حابب السوا ده عملت له. انا طبعا اللي متحمرين دول او هم مش متحمرين، هو السوا بتاعهم حلو جدا، يعني انا بالنسبه لي حباه جدا طبعا وزي العسل. لكن في اللي هو ايه هيقولك لا انا عايز اللي هو ايه ما عايز اللي هو تبقى بيضه ديت فاتحه شويه عن اللون دوت. بس والله عايزه اقول لكم الريحه كانت قلب البيت زي العسل. اللهم بارك. على العموم اي خبيث في البيت بركه ونعمه، والله العظيم اي خبيث في البيت بيغير من ريحه البيت كده ويخلي ريحه البيت حلوه ومفحفحه. اللهم بارك. وعندي هنا ما شاء الله بصوا ده سكر بودر انا عاملاه في البيت برضو، طحناه في البيت السكر البودره ويعني ما جبتش حاجه من بره، عاملاه في البيت. بصوا الذوبان، بصوا النعوم، اللهم بارك والله العظيم دايب ديبان ما حصلش. جربوا الكحك بالطريقه دي. ولو لسه ما عملتلكيش شويه كحك كده تفرحي بيهم ولادك، قومي اعملي شويه كحك وفرحي ولادك. وانا عملت فيديو بسكوت، شويه بسكوت اللهم بارك روعه. ان شاء الله باذن الله تشوفوا الفيديو ويعجبكم. ويا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم. وربنا يصلح حالي وحالكم يا رب. وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. بصوا ما شاء الله الكحك بيتكلم عن نفسه. اللهم بارك. لو عامله كميه كبيره خليها يعني ممكن تسكري الكحك على حسب ما يعني تطلعي وكده. وده كان الفيديو بتاعي، رب يكون